تخيلوا معايا شركة اسمها ميدوسا. جوه اسوار الشركة دي بيعملوا تجارب قذرة على الناس، بيحولوا البشر اللي متحولين بكائنات بقوة خارقة وبيبقى قتلهم شبه مستحيل. طبعا الحكومة لقطت ريحة عمليات ميدوسا السرية دي، فبعتوا عميلة جدعة قوي اسمها تشينج. بس يا حرام عملاء ميدوسا كانوا اسرع، خطفوا تشينج وبدأوا يعملوا عليها نفس التجارب. كان هدفهم يمسحوا ذاكرتها علشان لما تفوق تكون خادمة ليهم وما تعرفش اي حاجة عن ماضيها. بس قبل ما ميدوسا تلحق تمسح ذاكرة تشينج، زمايلها وصلوا فجأة ودخلوا في معركة طحينة معاهم وخلصوا عليهم. القائد بتاعهم لحق حرر تشينج في اخر لحظة قبل ما ذاكرتها تتمسح، وفي نفس الوقت وصل جهاز بكمبيوتراتهم ونسخ كل بياناتهم على شريحة. مهمتهم خلصت وجهزوا نفسهم للهروب، لكن يا نهار ابيض اول ما طلعوا اتحاصروا بوحش كبير وضخم، وحش صنعته شركة ميدوسا نفسها. كل الفريق حاولوا يدافعوا عن نفسهم وفتحوا عليه النار، بس رصاصهم ما بيعملش اي حاجة. الوحش ده كان قوي بشكل لا يصدق وخلص على الفريق كله واحد ورا التاني بسهولة. الوحش بعدين نط على القائد